صباح الخير من برينسيبي اخوان. اوضاع في سبته ما بقاتش كتبشر بالخير. الاخبار دابا اللي كاينه الاخوان هو اخبار خفيف ظريف، لا ما نطول عليكم. الجمعه السبت الحد علموا الناس ديال سبته كاملين ممنوع شي واحد يبقى في الزنقه وممنوع شي واحد يحول باش عاي يشوفوا الحل للناس اللي بقات في الشوارع كامله. الاخوان لا يعملش التاويل ديال الخير، الله يجيب السهله والتيسير من الجميع. المهم حاول بنادم شوف كيفاش يتخبع في هاد الفتره هادي، حيت غيجيبوا بوليس اللي قاصحين من غير كوادير سيفيل اللي كاينه هنايا، يعني غيجيبوا بوليس جداد قاصحين على هادو اللي كاينه، وغيخرج من الشوارع، غيخرج من الغابات، وغيخرج من جميع المناطق اللي كيتواجدوا فيهم المهاجرين. والسلام عليكم الاخوان. اذا المشاهدين الكرام، كما غادي نشاهدوا الان ايضا في هاد التصريحات ديال هاد المغربي اللي هو في مدينه سبته المحتله، وكما قلت لكم في الفيديوهات السابقه، راه برق عامه فيهم خير، برق عامه فيهم خير. والان هناك معلومات عن حظر التجول في مدينه سبته المحتله لمده 3 ايام. كيقولوا للناس يعني اللي في سبته المحتله يبقاو في الديور ديالهم وما يخرجوش، باش غادي تكون واحد الحمله كبيره جدا باش جميع المهاجرين المغاربه اللي دخلوا الى مدينه سبته المحتله غادي يخرجوهم من المدينه. طبيعه الحال غادي يخليو الافارقه وايضا الجزائريين والمصريين والتوانسه، لان المغاربه كيرفض يستقبلوهم وما غاديش يستقبلوهم. حنا تهنينا بديك الافارقه من دول جنوب الصحراء اللي كانوا كيديروا الروينه هنا عندنا في المغرب، مشاو لسبته وكما شاهدنا داروا القياطن في الشواطئ ديال سبته المحتله وخليوهم بيناتهم معهم، راه كينوض الصداع يوميا معهم. ولكن كما شاهدنا في هذا التصريح وهذا الشيء اللي كيقولوه الناس من داخل مدينه سبته المحتله، هو انه غدا الجمعه والسبت والحد غادي تكون امور يعني صعيبه بزاف. وكما قال هذاك الشخص، وغادي نسمعوا ايضا الشهاده ديال هذا المغربي اللي هو في مدينه سبته المحتله، لانهم كيقولوا للناس ما يخرجوش للزنقه، يبقاو في الديور ديالهم، باش غادي يجيو قوات اسبانيه كبيره. اي واحد غادي يكون في الشوارع ولا غادي يمشيو حتى الغابات اللي جبروه غادي يتم الاعتقال ديالو، غادي يعني يخرجوه الى المغرب. نسمعوا ايضا لشهادات اخرى حول هذا الموضوع. خوتي هاد الوضعيه في سبته قسما بالله ما كتبشر بالخير. والله هادشي اللي كنسمعوه وهاد الاخبار اللي كدور دابا، كيقولوا الجمعه والسبت غيخرجوا يشطبوا الدراري، يعني بالخضر باليابس ما يرحموا لا اللي مزيان ولا اللي عيان. لهذا خوتي قسما بالله الا كتبان عاد تبلبل هنايا هاد اليومين هادي، واللي مخبع في شي دار يتخبع. خوتي نصيحه تخبع ما تخسر والو، علاش غتخرج؟ صافي خروج، تسخر المعونات واحد يومين ولا 3 ايام ودخل تخبع، واللي في الغابه يبقى في الغابه. خوتي والله الا عاد تبلبل ديال بصح. هادو هما الاخبار اللي دايرين هانتوما كما شفتوا. عاد دابا قال لك الجمعه والسبت كاين شي قرارات اللي غيخرجوا غيشطبوا حتى نهار الاثنين، غيشطبوا كلشي في الخضر باليابس ما غيرحموا حتى واحد. وعادي تقول تغانن ومدابز غيعطيوها ديسبولسيون ديال 5 سنين هنايا في اسبانيا. يعني اش غنقول لكم اخوتي، وعاد هذا الشيء ما عندوش واحد النهايه. تخيل اخر ما يجي يصوفي راسو زاد خاسر اكثر من اللي غيصوفي ومسلف ومصرفي له من المغرب، ولا ديك الفلوس اللي جامعين كاملين في المغرب كيخسرهم هنايا. انت جيتي تصوفي راسك ولا جيتي تطلع اقتصاد سبت. اذا كما قال هذا الشخص، برافو ليلو، هذا المغربي كنحييه، قال لك كيفاش انت جيتي سبته المحتله باش تطلع الاقتصاد ديال سبته ولا شنو؟ المغاربه راه خسروا بزاف د الفلوس مدينه سبته المحتله، والان السلطات ديال المدينه وايضا ديال مدريد قررت على انها دير واحد النوع من حظر التجول، بحال حظر التجول، حيتاش غادي يمنعوا الناس السكان ديال سبته انهم يخرجوا للشارع، باش فما كاين شي واحد مغربي يعني غادي يتم الارجاع ديالو الى المغرب. وهادو ما برقعه اللي ما فيهم ثقه مشاهدينا الكرام. وايضا هادشي راه قلناه من شحال هادي، قلنا راه هادشي هذا راه تم اللعب بعقول المغاربه
بهذا الدخول يدخلوا لمدينه سبته كما شاهدنا مواقع التواصل انستغرام فيسبوك تيك توك كيقول لهم سيروا للجنه، سيروا غادي تلقاو الجنه تما، غادي تلقاو الاوضاع، غادي تلقاو شانسيش كيقول لكم ها الوراق، غادي تلقاو يعني الزواج، غادي تلقاو الفتيات. ومني مشاو كما شاهدنا اوضاع كانت مأساوية، ما كاين لا ماكله، ما كاين لا شراب، ما كاين والو. وايضا القضيه الكبيره ديال القاصرين المغاربه ديالنا اللي هما تما، واللي السلطات الاسبانيه لحد الان ما بغاتش دير واحد الحل مع المغرب، يعني تسلموا من المغرب ما بغاتش. هناك قاصرين الان ما همش في السنترو، راهما في الغابات، راهما في يعني حاله مأساويه، واسبانيا كتستغل هذا الشيء لصالحها. وانا كنطلب المغاربه جميعا اللي باقين الان في سبته المحتله انهم يخرجوا من هذا الدل اللي هما فيه. وايضا كما قال هذا السيد راه هما ساهموا في الاقتصاد ديال مدينه سبته المحتله، خسروا بالعاد فلوس داوهم معاهم وما كاين والو. هذا استغلال لكم، كيستغلوكم في وسائل الاعلام ديالهم، كيستغلوكم في الاتحاد الاوروبي، راه كيديو من موراكم ملايين ديال الدولارات معونات من الاتحاد الاوروبي، كيقولوا راه هما كيحاربوا الهجره. ايضا كيوظفوا القضيه ديال القاصرين حتى هي كيوظفوها في الاتحاد الاوروبي باش يشوفوا الصومعه ديال الصوره ديال المغرب، وايضا ياخذوا ملايين الدولارات من الاتحاد الاوروبي. المغاربه خصهم يكونوا واعيين من هذا الشيء هذا، ما غادي يستافدوا والو من هذا الشيء اللي وقع في مدينه سبته المحتله. مدينه سبته المحتله خصنا نناضلوا من اجل الارجاع ديالها للمغرب، هذا الشيء اللي خصنا نديرو. خصنا تكون دائما يعني امور وقفات، خصها تكون تحرك دبلوماسي ولا كيف ما كان باش نوضحوا القضيه ديال الاحتلال ديال مدينه سبته المحتله. الاسبانيا الان كتستغل كثيرا في الاتحاد الاوروبي، وانا بقاو في هاد الشباب المغربي الذين غرر بهم ولعبوا لهم في الراس ديالهم، كيقولوا لهم دخلوا لسبته، دخلوا غادي تلقاو الجنه، دخلوا غادي تشوفوا راسهم، ولكن ملي دخلوا حنا شاهدنا المأساة الكبيره ديالهم. وايضا للاسف راه ماتوا بزاف الناس اثناء العبور، ما كنعرفوش المصير ديالهم. وكنتمناو الشباب المغربي يكون واعي، هادشي اللي كيوقع له راه كيضر في الخاطر. مشاهدينا الكرام، الشباب دابا كاين اللي بقى تما عده ايام، كاين اللي ما عرف شحال هو تما، كيخسر الفلوس، كيخسر في الاخير غادي يجيو غادي يديروا لك هادشي. ايضا اذا ما خرجتيش كيمنعوا عليك على انك تدخل الاتحاد الاوروبي لمده 5 سنوات او 6 سنوات، وهادشي كامل مدبر من يعني اسبانيا وسلطات الاحتلال في مدينه سبته المحتله، اللي كيديروا كل شيء باش يشوهوا الصوره ديال المغرب. وايضا كما شاهدنا الان راه كيتعدوا على المغاربه، كيقول لك اسيدي راه بلاد الحريات، بلاد ما كاين لا حريات لا والو. هاد البرقعه مشاهدينا الكرام راه ما كاين معاهم لا حريات لا والو، راه هما كيحتلوا اجزاء كبيره من المغرب، كيحتلوا سبته، مليليا، عده جزر، جزر الكناري، جزر قباله يعني مدينه الناظور، جزر قباله مدينه الحسيمه، جزيره ليلى، حدا بليونش. هادشي اللي خصنا نهضروا عليه ونوريوه للراي العام. اما الشباب ديالنا المغربي اللي دخل مدينه سبته المحتله راه غرر به، ما عرف والو، ونكطلب منهم انهم يخرجوا على الاقل يكونوا سالمين، يعني ما يزيدوش يتكرفصوا، لان كما شاهدنا في الشهادات ديال هاد الناس اللي كاينه في سبته المحتله راه اوضاع خطيره جدا. هذا ما كان مشاهدينا الكرام، كنتمنوا تخليونا الاراء ديالكم والتعليقات ديالكم، والى اللقاء في فيديو اخر. تحياتي.